أهلا بيكم في كبسولة لطف. البودكاست اللي فات سمعنا سوا اليابسة التانية، والبودكاست دوت هنسمع اليابسة التالتة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يابسة جديدة. الإهمال، قلة الاهتمام، العقدة الصغيرة اللي بتبدأ منها كل العقد اللي ما بنعرفش نفكها بعد كده. كرة التلج اللي بتبدأ صغيرة وتفضل تكبر لحد ما تاخد كل حاجة في سكتها. مفيش علاقة بتنتهي فجأة، في حاجة اسمها تراكمات، والتراكمات دي 90% منها بيبقى بسبب قلة الاهتمام. جميل أن تشعر أن هناك في زاوية ما من هذه الكرة الأرضية من يفكر فيك ويتألم لك ويهتز لآلامك وأشيائك الصغيرة. عظمة الاهتمام كلها في انك بتخلي الشخص يحس بقيمته واهميته بالنسبة له، بيشوف انعكاس حبك ليه في الحاجات اللي انت بتعملها عشان خاطره، المرات اللي انت بتتعب فيها عشان هو يرتاح. كام مرة اخترته قبل ما تختار نفسك؟ كام مرة حس انه رقم واحد في اولوياتك؟ كام مرة رضيته ونصفته على شكه في انك ممكن تخذله؟ مهما كان الشخص واثق فيك فهو واثق فيك دلوقتي، لكن بيفضل عنده هاجس انك ممكن تتغير. وطول ما انت بتهتم بيه طول ما هو بيبقى مطمن، بينتصر على هاجس الخوف. ام كلثوم مثلا وهي بتقول وبخاف عليك وبخاف تنساني، قالتها بنبرة استعطاف كأنها بتقوله انا بحبك اوعى تنساني. انا حسيت بالجملة دي وقت ما كنت مسافر كام يوم برا مصر. كانت آية جاية معايا المطار توصلني. اول ما خرجنا من الباب وركبنا الاسانسير قالت لي اوعى تنساني. وقتها انا جسمي كله تلج من الكلمه، وبقيت خايف فعلا ابقى مشغول لدرجه اني ملاقيش وقت اكلمها خلال الكام يوم دول. اول ما وصلت كنت حريص جدا اني شاركها في كل تفصيله بتحصل، واخد لها صوره من كل مكان بروح، وابلغها بكل تفصيله بتحصل في يومي كانها معايا بالظبط. كنت بحاول وانا مسافر املى الفراغ اللي سبته ومشيت في مصر. كنت بحاول اقولها بكل تصرفاتي اني مش انا الشخص اللي ممكن تقلقي من اهماله، واني اكتر واحد كنت بعاني من تجاهل كل اللي بحبهم ليا. لذلك وفي الحالة دي تحديدا فقد الشيء هو احسن حد يعطيه. كنت مستعدة اعمل اي حاجة عشان الغي فكرة اني ممكن انساها دي من دماغها، حتى لو اضطريت اسيب كل حاجة وارجع اقعد معاها. الاهتمام الكبير قد يغلب الحب احيانا. لما قررت اني اناقش مشكلة بالحساسية دي، قررت ادي مساحة للناس انها تحكي عن الاهتمام اللي هي محتاجاه من وجهة نظرها. فعملت استفتاء عن الاهتمام وتأثيره على الناس وعلى علاقتهم ببعض. جات لي رسائل كتير جدا اكتشفت فيها قد ايه الناس بقى عندها وعي باحتياجاتهم النفسية، وقد ايه اصدقائي من قراء كتبي مثقفين نفسيا وعندهم حس تعبيري وبيعرفوا يكتبوا عن نفسهم فعلا. هناقش معاكم اكتر الرسائل شمولا للاهتمام كفكرة او فعل. الرسالة الاولى بتقول الاهتمام بالنسبة لي اهم بكتير من الحب، بس انا طول عمري مفتقداه. يمكن طول الوقت بقدمه لغيري عشان الاقي حد يقدمهولي، بس انا عمري ما لقيته. عمري ما لقيت حد مهتم بيا لدرجة انه يبقى فاهمني اكتر مني، او انه يلاحظ اني مش كويسة وبكذب، او انه يعرف يخليني اخرج حاجة تعباني وكتمها جوايا. انا عمري ما لقيت حد يخليني ابقى مطمنة جنبه وواثقة فيه. الرسالة التانية بتقول الحقيقة الاهتمام من وجهة نظري انه حد يحس بيا، يفهم سكوتي من غير ما اتكلم، ما يكونش عارف اني في ضيقة وما يقفش جنبي، يفهم اني هتبسط بوجوده، يفهم اني منتظراه هو يهتم لو كل البشر حوالي. والمعضلة دي كبيرة قوي. الرسالة التالتة بتقول الاهتمام احتواء للروح، إكمال الناقص من شخصية الطرف الآخر، إعادة المفقود من الثقة بالنفس التي تسبب في فقدها انتقاد الناس وآرائهم السلبية. كلنا بنحتاج الاهتمام عشان كلنا محتاجين ايد تطبطب علينا وتحسسنا ان وجودنا فارق، ان لينا وجود اصلا. محتاجين مشاركة الحاجات الصغيرة اللي بنحبها. لما اللي قدامنا يهتم بالتفاصيل دي بنحبه تلقائيا، بنحب وجوده في حياتنا. الاهتمام طمأنينة،
الاهتمام جزء كبير من الحب، عشان كده حب بلا اهتمام يعتبر حب ميت متبلد المشاعر. الاهتمام بيجي بعد الحب على طول. اول ما تحب شخص هتهتم بيه تلقائيا. لما تحب اختصاص او هواية او شغلانة هتهتم بيها من غير ما تحس. وغلط بيرتكبوه الناس انهم يتصنعوا الاهتمام، بيستنزف طاقة من مشاعرك ومشاعر اللي قدامك. الرسالة الرابعة بتقول: الاهتمام ما هو إلا تكبير لكلمة أفعال، أو بمعنى أصح كلمة أشد من فعلي، لإثباتي ليك أو ليكي إني بحبك، إني أشوف التفاصيل الصغيرة اللي بتفرحك وأعملها، الحاجات الأصغر اللي بتضايقك وما أعملهاش، أخد بالي من التفاصيل وأحاول أرسم البهجة في حياة الطرف التاني، أكون جنبه لو العالم سابه، أرفع منه قوي وأحسسه إنه أرقى وأعظم من أي حد على الكون، وياريت يفضل أعظم مني. الاهتمام بيساوي أفعال وملهوش دعوة بالكلام إذا كانت صداقة أو علاقة حب. الاهتمام اكتمال العلاقة وبيحييها. لو قل الكلام بينا ممكن بمجرد اهتمام بسيط لتفصيلة ملهاش أي 30 لازمة تسقي العلاقة من تاني. هو مفيش تشبيه تاني غير إن العلاقة عاملة زي الورد، تهتم بيها وتسقيها تتفتح، تسيبها تموت وتدبل. وعشان كده الاهتمام اكتمال لأي علاقة، حتى لو هنهتم بشكلنا ونغيره عشان اللي قدامنا، بس يبتسم ولو ابتسامة صغيرة خالص، بس مع الوقت بتفرق. مع الوقت الاهتمام بيخفي العيوب وبيزيد المحبة. الاهتمام حلو قوي، ويا بخت اللي يلاقيه من الشخص اللي بيحبه. الرسالة الخامسة بتقول: الاهتمام هو فعل بسيط جدا، ما ينفعش نقول الظروف مش بتخلينا نهتم، لان اللي بيهتم فعلا هيخلق وقت للي بيحبه بحاجات بسيطة. ممكن مكالمة تليفون، رسالة انت على بالي ومش ناسيك، حاجة بسيطة نطمن بيها وسط الزحمة ان لسه لينا مكان. الاحتياج للاهتمام ده شيء بشع ومؤذي، والأسوأ منه لما تقع ضحية لشخص بيحبك ويهتم بيك ويسحب من تحتك سجادة الاهتمام، كأنك بتطلع لسابع سما وتنزل بتجاهله ليك وقلة تقديره لسابع أرض. الاهتمام هو التفاصيل اللي ممكن أكون أنا نسيتها، بس ولأن الشخص ده بيحبك عمره ما هينساه. عمره ما هينسى مثلا إني بحب الشاورما اكسترا تومية، ولا إني بحب أمشي على البحر لما بتعصب، ولا إني لما أقول امشي يبقى أنا قصدا إنه يمشي فعلا. كلمة امشي بيبقى معناها خليك، أنا محتاجالك. الاهتمام إنه يعرف إني بتوتر من الزحمة فيمسك إيدي تلقائي يطمني رغم إني ما قلتش إني خايفة. والرسالة السادسة كانت بتقول: الاهتمام مش بس مقتصر على واحد وواحدة بيحبوا بعض، لأ، ده بين الأخوات كمان والأصدقاء، وخاصة الأصدقاء. هو إنك تكون أولى الأولويات وما تنفعش تتحط بين اختيارات. نبقى مع بعض في وقت الفرح والحزن والأمل واليأس والاكتئاب والسعادة بدون ملل. الاهتمام إننا ما نزهقش من بعض مهما قل كلامنا أو خلص. الاهتمام إنك تحس إني محتاج لك على طول، فدايما ألاقيك موجود وتفهم وتحس بيا أكتر من نفسي. الاهتمام هو المية اللي بتسقي زرعة الحب، لو قل أو اختفى الزرع بيموت. الناس وهي بتتكلم عن الاهتمام كانت بتتكلم عن الحب وهي مش واخدة بالها. واحدة من ضمن الرسائل كان مكتوب في أولها: الاهتمام مطلب لا يطلب. أنا وقفت عند الرسالة دي تحديدا لأن ده بقى مربط الفرس. الاهتمام فعلا هو الحاجة اللي أنا عايزها، بس ما ينفعش أقولك تديهالي، لازم انت بنفسك تدور ناقصني ايه. طبعا تدور وتتعب وتحسسني انك بتبذل مجهود، امال انت هتثبت انك بتحبني ازاي؟ بالعكس بقى، ده انت هتبقى حاسس ان تعبك وانت بتحاول تهتم بيا وترضيني راحة، او على الاقل هتنسى تعبك بمجرد ما تحس اني مبسوط. بس في سؤال مهم هنا: لما الناس كلها عارفة يعني ايه اهتمام، امال ليه في ناس ما بتعرفش تهتم؟ اتمنى ما كنش بفاجئكم لما اقول لكم ان الناس دي كلها بتهتم، بس كل واحد بيهتم من وجهة نظره هو، كل واحد بيحس انه بيعمل اللي عليه، والخلاف جاي من ان الاهتمام معروف بس نسبي. الاهتمام من وجهة نظري هو انك تتحب الحب اللي نفسك تتحب،
تتحب بالطريقة اللي انت متخيلها، وزي ما تمنيت تتحب بالطريقة اللي انت بتحب بيها. بس في النهاية مش كل الناس بتعرف تحبنا زي ما نفسنا نتحب، وعشان كده دايما بنحس ان في حتة ناقصة دايما واحنا بنتكلم عن الاهتمام. وزي ما نجيب محفوظ قال، مهما كبرنا تبقى قلوبنا كالأطفال تحتاج الاهتمام. نقطة ومن أول الحب. وبكده نكون سمعنا اليابسة التالتة مع بعض. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل يابسة جديدة، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتستنوا اليابسة الرابعة.